النهارده واحنا في احدى مصانع مؤسسه النضال لتصنيع ماكينات غسيل السجاد، عايزين نعرف منهم ازاي قدروا بالمنتج المصري وفخر الصناعه المصريه اللي يقدروا بيها وصلوا بيها للعالميه وصدروا لكل الوطن العربي. النهارده هنقابل شخصيه جامده جدا، شخصيه رجل الصناعه المصريه المهندس نضال عايد، ازاي قدروا بيهم المصنع يوصلوا للعالميه ويوصلوا لكل الوطن العربي. بنرحب برجل الصناعه المصريه المهندس نضال عايد وبنقول له مرحبا بيك تاني من مصنع جدة لمصنع مصر مرة تانية. مرحبا، وحشتني جدا حبيبي يا باشمهندس حسين، انت راجل محترم واحنا بنحبك جدا حبيبي، ربنا يخليك. ربنا يوسع. كان عندنا اسئله كتير جدا في الصفحه، كانت الناس بتسال وبتقول ازاي المنتج المصري دايما احنا بنخاف منه ودايما بنفضل المستورد. كنا عايزين نعرف منك ازاي مؤسسه النضال قدرت ان هي تتخطى الحاجه دي وتقدر تصدر لكل الوطن العربي. هو الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى المنتج المصري الحمد لله منتج كويس جدا، الحمد لله ان كان تشطيب ان كان فينش ان كان خامات ان كان مواصفات، بفضل ربنا سبحانه وتعالى احنا بنعمل بفضل الله الكنترول كل حاجه عندنا بفضل الله، حتى بنتحكم في المكن عن بعد. اللهم لك الحمد يا رب. انا شايف من وجهه نظري فعلا ان الفتره اللي فاتت لما كنا بنتحكم على المكن عن بعد ده كانت نقله كبيره جدا مع شركه النضال. الحمد لله هي حطتنا في مكان تاني خالص، اللهم لك الحمد يا رب. حتى المكنه عندنا لها اسم ولها وضع، والحمد لله فعلا مع مصنع النضال انت دايما فعلا. انا شايف بجد ان كمان في خط انتاج كامل لكل حاجه، حتى كنا لسه بنعلن الفتره اللي فاتت في الفيديو اللي فات عن مجفف كمان البطاطين، فكنت شايف في منتجات كتير جدا ان الانسان يقدر ان هو يشوف خط الانتاج الكامل له في المغسله بتاعته من اولها لاخرها. الحمد لله مجفف البطاطين ده حقق نجاح كبير جدا، اللهم لك الحمد يا رب. يعني لدرجه ان ممكن البطانيه اللهم لك الحمد يا رب ممكن خلال نص ساعه تكون طالعه خلصانه خالص بفضل الله. عايزين نعرف كمان ازاي قدرت ان انت تفتح مصنع في جده وانك تستهدف كمان المواطن السعودي والمستهلك السعودي. الحمد لله طبعا بالنسبه لمصنع جده احنا نحب نشكر من مكاننا دون عم ابو صالح من الطايف، هو اول حد خد مننا شغل في المملكه مغسله بيض السن، ما شاء الله خد مننا مره ورجع بعد سنتين خد مننا تاني وكان هو وش الخير علينا. ومن بعد كده حصلت الانطلاقه بتاعه مصنع النضال في كل منطقه في المملكه العربيه السعوديه. اللهم لك الحمد يا رب بفضل الله. احنا قدرنا ننتشر انتشار جامد جدا في المملكه. الحمد لله حبينا نفتح المصنع هناك عشان نبقى جنب العميل، حصل عنده مشكله يلاقينا. اللهم لك الحمد يا رب. طيب احنا عايزين نعرف كمان ايه حلم النضال في ال5 سنين اللي جايين؟ احنا عايزين نقول الحلم من البدايه للنهايه. ماشي. احنا حلمنا الحمد لله بفضل الله ان احنا كنا نتصدر للدول العربيه والافريقيه، والحمد لله في فتره ال10 سنين اللي فاتوا حققنا الحلم ده. الحلم الكبير خالص ان احنا نصدر لكل دول العالم، وباذن الله نحققه في فتره ال5 سنين الجايه. يعني حضرتك قادر كمان انك تخش للسوق الاوروبي والسوق الامريكي بفضل الله مع دعم الدوله لنا، احنا بفضل الله هنحقق نجاح كبير خالص. الدوله بتوفر لنا فعلا مساعدات الفتره اللي فاتت جدا جدا، كل الخامات كل حاجه كويسه احنا بنلاقيها الحمد لله في السوق المصري، اي حاجه موجوده بفضل الله. الحمد لله. احنا كمان عايزين نقول ان بالنسبه كمان للصناعه، فخر الصناعه المصريه الفتره اللي فاتت والتطور الكتير اللي حصل في الفتره اللي فاتت في مؤسسه النضال، احنا قادرين ان احنا نوصل للمنتج المصري لكل دول العالم ونفتخر فعلا بيه، والنضال كان مثال حي حقيقي للحاجه دي. فاحنا بشكرك جدا يا باشمهندس على الضيافه الجميله ديت، وان انا قابلتك تاني عشان انت وحشني جدا من الفتره اللي فاتت. حبيبي يا باشمهندس حسين، انت من الناس المحترمه اللي احنا بنحترمها جدا. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي ربنا يخليك. مع الف سلامه. الله يخليك. مع شركه النضال انت دائما في امان. مع بعض قهوة ومدرسة، فاكر زمان ولا التاسع؟ اوعى يا ابني تنسى اصحابك ولا الكل جدعانة. انا مش هخاف طمنتني، هسند عليك ولا هنحب